السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة من جديد. مرحبا بكم في نهار جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا الكرس اولا القراشل من اسهل ما يكون، ساهلين ودغيا كيوجدوا لينا بلا تماره وكثره العذاب وبمقادير مضبوطه. هانتوما معايا وغتشوفوا المقادير ديال الوصف. بالنسبه للمقادير فانا درت 800 غرام ديال الدقيق الفورس اولا الدقيق الابيض، ودرت 2 كيسان ديال الفينو. فبالنسبه الى بانت لكم كميه ديال المقادير كثيره فلانني كنصايبها وكنحطها في المجمد الوقت اللي كنبغيها اولا كيبغوها الدار كيجبدوها ويسخنوها. درت القبصه ديال الملحه كتبقى حسب الذوق. هنا درت الخليط ما بين الجنجلان والنافع حبوب. بالنسبه للنافع حبوب درت غير كميه قليله لانني باقا غنديرها مطحونه. فهنا كما قلت لكم درت معلقه ديال النافع مطحون. هنا درت 2 معالق ديال الحليب بودره. بالنسبه للناس اللي غيعجنوها بالحليب فبلا ما يديروا الحليب بودره. بالنسبه لي انا فانا غنعجنها بالماء فدرت 2 معالق ديال الحليب بودره. درت ساشي ديال الفاني، ودرت واحد الساشي ديال البيكن باودر اولا خميره الحلوى. بالنسبه للسكر سنيده فانا درت 5 المعالق كبار ديال السكر سنيده. كذلك بالنسبه للسكر فكتبقى على حساب ذوق كل واحد. كاين اللي كيبغي كرواسه تكون حلوه وكاين اللي كيبغيها ما تكونش حلوه. بالنسبه لي انا فدرت 5 المعالق ديال السكر سنيده. درت نص كاس ديال زيت المائده، وحكيت القشور ديال الليمونه. شديت واحد الليمونه وحكيت قشورها، وكذلك غندير عصير ديال الليمونه. بالنسبه لهاد الخطوه كتبقى اختياريه بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش النكهه ديال الليمون فما يضيفوهاش. ضفت هنا 2 معالق كبار ديال الخميره الفوريه، الجهه ديال الخميره اللي غتخمر ليا هاد الكرواسون. وهنا ضفت بياض ديال البيضه والصفر احتفظت به باش غندهن به الكرواسه ديالي. وهنا غنبدا نعجن العجين ديالي بالماء كيكون دافي. هادشي علاش قلت لكم بالنسبه للناس اللي مبغوش يضيفوا حليب بودره وعندهم الحليب اولا اللبن فبلا ما يضيفوه. فبالنسبه لي انا ملي ضفت حليب بودره فعجنت بالماء. هنا كندلك العجينه ديالي. بالنسبه لي انا فانا كنعجن العجينه ديال الكرواسون اولا القراشل وكندلكها عاده كنبدا نضيف في الماء، ماشي كنخليها جاريه من الاول، لا بالعكس كتجيني هاد الطريقه اسهل. بالنسبه للناس اللي بغاو يستخدموا العجينه فيمكن لهم يستخدموها. بالنسبه لي انا فكنفضل نعجن بيديا، هادشي علاش. وانا هنا من بعد ما دلكتها فمره كنبدا نزيد في الماء حتى نحصل على قوام ديال الكرواسه ديالي. وملي كترخى ليا العجينه فكنبدا نضرب في العجينه بحال هكا بهاد الطريقه اللي نتوما كتشوفوها في الفيديو. كنبدا نضربها مع بعضياتها. هاد الطريقه كتجيني سهله كتدلك ليا العجينه مزيان. وكذلك كنلاحظ حتى القوام ديال العجينه واش خاصني نزيدو الماء او لا. بالنسبه للماء اللي غتسولني شحال خدات ليا ديال الماء فبالنسبه لي انا خدات ليا سيطرو ديال الماء. يعني بالنسبه للناس اللي غيبغيو يعجنوها بالحليب فغتاخد لهم نص لتر ديال الحليب، يمكن اقل لانه على حسب الدقيق ديالنا واش كيشرب اولا لا.
من بعد ما كنحصل على القوام اللي انا كنبغي في الكرواسه، هنا كنزيد 2 معالق ديال الزبده. فلاحظتوني انني ما زدتش الزبده في الاول، انا كنزيدها حتى في الاخر. الا بالنسبه للمعجنات كاملين فكنزيد الزبده حتى الاخر، كتعطيني واحد الطراوه وواحد الهشه في الخبز او كذلك في المعجنات ديالي كاملين. من بعد ما دخلت الزبده ديالي مزيان في العجين ديالي فكنبدا نجمع العجين ديالي بحال هكا. هنا دهنت البول ديالي اولا العجينه ديالي بالزيت، وغنبدا نجمع في العجينه وغنديرها في العجينه ديالي شو، وغنخليها حتى تخمر، غتاخذ الوقت ديالها باش تخمر ليا. بالنسبه للناس اللي كيكونوا زربانين وباغيين العجينه دغيا تخمر ليهم وكذلك كتجي هشيشه فيضيفوا معلقه ديال الخل. بالنسبه للخل فالخل الابيض اولا اي نوع ديال الخل عندكم، انا كنفضل الخل الابيض. هنا غطيت العجينه ديالي بالفيلم اليمونطير وغطيتها بواحد السيف وغنخليها في المطبخ حتى تخمر ليا على خطرها. هنا كما كتلاحظوا فخمرت ليا العجينه ديالي. شوفوا الخيوط اللي دارت ليا. غندير واحد الزلافه اولا طبيسي فيه الزيت وغنبدا نحيد في الهواء اللي كيكون في العجينه ديالي. وبالنسبه ليا فانا حاطه الطاوه في الجنب دهناها بالزيت وحاطه واحد السليفه كذلك فيها الدقيق. فغنبدا نقطع العجينه ديالي كرات وغنحطها على جنب في ديك البلاصه اللي انا رشه فيها الدقيق. وكناخذ العجينه ديالي وكنبدا نكرسها شويه بداك الدقيق ونبدا نجمع فيها في الجناب كما هو موضح في الفيديو. بالنسبه للناس اللي كيفضلوا كذلك تجيهم شويه حرشه فيعوضوا الدقيق الابيض بالدقيق الفينو، كذلك كتجينا شويه حرشه وزوينه. وهنا من بعد ما كنكمل الكميه ديالي ديال الكروس اولا القراشل في التقطاع فكنبدا نكرسهم شويه لانهم باقين غيعاودوا يخمروا ليا وما بغيتوش يديروا ليا ديك يعني ديك القبه اللي كتكون في الكروس، بالعكس بغيتهم يجوني الشكل ديالهم مسطح. ها نتوما هنا فهنا كتكرسهم ماما. بالنسبه لهاد الوحده فهنا فضلتها واحد البنيه صغيره بغاتهم بالشوكولات فحاولت ندير لها وحده بالشوكولات، كذلك يجيو بالشوكولات زوينين. يعني الا بغينا نعمروهم لوليداتنا بالشوكولات اولا كريم باتيسير فيمكن لينا نعمروهم كذلك بالشوكولات فراه كيجيو زوينين وكذلك يجيو فيهم النافع وجنجلان فكيكونوا صحيين للاطفال. بالنسبه لهاد الكرصه فانا درتها لها كبيره وكذلك كنرش شويه دقيق وكنكرسها. كناخذ الصفر ديالي ديال البيض، كناخذ هنا الصفر ديال البيض اللي خليته المره الاولى وكنضيف ليه الخل الابيض وكذلك كنضيف ليه نسكافيه اولا قهوه سريعه الذوبان. كنمزج مزيان اولا كنخلط مزيان الصفر ديال البيض ديالي مع الخل وقهوه سريعه الذوبان، فكنخلطهم مزيان وكندهن الكروس ديالي. بالنسبه انا الكروس فانا كندهنهم قبل ما يخمروا ليا وكنخليهم يرتاحوا ويخمروا ليا، عاد كنرش عليهم الزنجلان. بالنسبه ملي تجيو دهنوا الكروس فدهنوا حتى الجوانب ديال الكروس باش ملي طيب لينا ما تجيناش فوق حمراء والجناب بيضين، لا دهنوا حتى الجوانب ديالها باش تجينا الحموريه في كاع الكرواسه اولا في كاع الكروس ديالنا. فكنخليها حتى كتخمر ليا، من بعد كنرشها بالزنجلان اولا الشوفان
وكندخلها الفرن. بالنسبه للفرن فكتكون النار شاعله من الفوق ومن التحت، وكنكون ناقصه البوطه، يعني ماشي جهدها باش ما تلهبش ليا، فكنخليها حتى كتنفخ ليا وكتحمر ليا وكنخرجها. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكروس ديالنا اولا القراش ديالنا. شوفوا الشكل ديالهم كي كيجي محمر وزوين، كذلك كيجوا شفين، يعني واخا كنوركو عليهم كيرجعوا لينا. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ ديالي في المجمد، فانا كناخذ واحد الكميه بحال 4 وكنديرهم في بلاستيك ديال المجمد وكنحتفظ بهم في المجمد. الوقت اللي الدار كيبغيو يجبدوهم من المجمد، فكيجبدوا الكميه اللي بغاو، كيسخنوها، كيدهنوها بالزبيده اولا كيديروا لها الجبن ولا الفرماج ولا العسل فكياكلوها. وكذلك يمكن ليا نقدمها حتى الاطفال يديوها معاهم المدرسه. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكروس ديالنا. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالنا لاول مره ويعجبوا المحتوى ديال القناه ديالنا، ما نساوش يضغطوا على اشتراك ويضغطوا على زر الجرس باش يتوصلوا بالجديد ديالنا. وبالنسبه للمتتبعين ديالنا الاوفياء، كنشكركم بزاف على كل كلمه كتقولوها في حقنا زوينه. شكرا لكم بزاف. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.